بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مشاهدي الكرام عبر شاشة السيوف الفضائية من تراث الأجيال، وبالتحديد هذه القناة الراعية الرسمية والمهتمة في الموروث الشعبي بكافة ألوانه وصوره. جديدا من تراث الأجيال ومن حلقات بيت البادية من منطقة الباحة وأيضا من محافظة العقيق، بالتحديد في هذا المساء الطيب يجمعنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة من محافظة العقيق وهذه الأجواء المناسبة والأكثر من رائعة. عدة شخصيات هامة تحضر معنا في هذا المساء الجميل. رحبوا معي أيها السادة المشاهدين، ونحن الليلة في ضيافة الشيخ الأستاذ الراوي الشاعر عبد الله بن عايض القنيزي الغامدي، هذا الرجل الذي كانت له جهود بارعة وبارزة في خدمة الموروث، وأيضا في عدة الروايات، ومؤرخ له عدة كتب وله عدة أيضا منشورات تهتم بالموروث وترعاه. طبعا في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام ضيف شرف نعتز به جميعا عبر شاشة السيوف، هو الأستاذ الإعلامي المعروف فواز بن سعيد الحداوي، الذي يشرفنا في هذا المساء الجميل ونحظى بلقائنا معه في محافظة العقيق، والذي شرف المنطقة في هذه الزيارة الخاصة وكانت هامة جدا بما يهتم بالموروث. كانت له زيارة أيها الإخوة المشاهدين في أمارة منطقة الباحة، وأيضا في التلفزيون السعودي ناقش من خلالها عن اهتماماته حول المهرجانات والاحتفالات بمنطقة الباحة. لا سيما أيها المشاهدين الكرام أن السيوف كانت راعية لعدة مهرجانات لمنطقة الباحة، وأيضا احتفالات سواء في مهرجانات الجنادرية أو مهرجانات الصيف. كما ساهمت السيوف في صفوف البيارق بيت البادية، وكانت الراعي الرسمي الإعلامي لصفوف البيارق أيها السادة المشاهدي بيت البادية في مهرجان الجنادرية. كما قام الأستاذ فواز بن سعيد الحداوي حفظه الله بزيارة إلى عدة مشايخ من مشايخ منطقة الباحة، لا سيما زيارته للشيخ عبد العزيز بن رقوش الزهراني والشيخ عثمان بن سويد. وقد بادر الأستاذ فواز بن سعيد الحداوي بفكرة مسابقة رائعة
تهتم بالموروث والعرض الجنوبية. فحياك الله يا أبو سعيد معنا، وإحنا اليوم متشرفين عبر السيوف، وضيف لنا تحل لأبناء بادية منطقة الباح محافظة العقيق من غامد. كما أسعد أيها الإخوة الكرام بأن يكون معنا في هذه الأمسية الطيبة عدد من الشعراء المعروفين ومشهورين على الساحة الإعلامية. الشاعر علي بن سعد أبو كسرى الغامدي، هذا الشاعر النجم المتألق في سماء العرض الجنوبية، له عدة مشاركات في مهرجانات وله أمسيات، وأيضا له وقفات في خدمة مجالس الصلح وأيضا ذات البين. فنحن نتشرف اليوم أبو سعد، حياك الله معنا في هذه الحلقة. كما نتشرف أيها الإخوة الكرام بشاعر كبير معروف على الساحة، له عدة قصائد نظم وأيضا جهود مباركة في ساحة الأدب والتراث، هو الشاعر المعروف عبد الله بن قريح الرفاعي الغامدي، حياك الله مرحبا. كما يسعدنا أيها الإخوة الكرام بالشاعر المعروف حمد بن غرم الغامدي. كما نتشرف في هذه الأمسية بعدة شخصيات، كل من الأستاذ عبد الرحمن الحمدان، حياك الله. نحن نرحب بك باسم السيوف وباسم بيت البادية في محافظة العقيق، وشاكرين لك قبول الدعوة. كما يشاركنا أيها الإخوة الكرام في هذه الأمسية الشيخ رجل الأعمال مسفر بن سعد بن شبول، حياك الله يا مرحبا. ويشاركنا أيضا الأستاذ مقبل بن محمد بن بطي، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام جميعا في هذه الحلقة من ضمن حلقات بيت البادية، لأولي فقراتنا أيها المشاهدين الكرام عبر تراث الأجيال السيوف الفضائية، هذه القناة التي تهتم بالموروث. كلمة ترحيبية الذي تبنى ضيافتنا في هذا المساء، شكرا له الأستاذ الشاعر عبد الله بن عايض، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا وأهلا وسهلا بالضيوف الحضور الذين عدهم الأخ سعد بن محمد بن شري. أنا قمت عاد أفوت، فباسمكم جميعا أسمعكم قصيدة سبق قلتها في المنطقة وأهلها وأميرها وما تحلى به. فأقول يا مرحبا بالضيوف مئات وآلاف، إعداد وبل المطر لا من تنزل من غمامه، في الباحة اللي منحها ربنا مشتى ومصياف، فيها الجبل والسهل والقاع والخبت وعدامه، والجو فيها لطيف والزهر من كل الأصناف، مويه وخضرة وحرية وعفة واستقامة. والجو فيها لطيف والزهر من كل الأصناف، مويه وخضرة وحرية وعفة واستقامة. والأشجار فيها يمايلها الهوى في كل مشراف، عرعر وعتم وسدر وأشجار البشامة. وفيها عطور طبيعية بسطح الأرض تنشاف، عنبر وكادي وريحان يسقى من كظامة. وسكانها غامد وزهرانها العادات وأعراف، عاداتهم ما يحبون الضعافة والرخامة. رجالهم دائما في واجب حسنة الصراف، ويباشر الضيف بالترحيب بعد الابتسامة. وأميرها مشاري بن سعود صاحب عدل وانصاف، ووكيلها الشمري حامد، بنصحك مني نصيحة طيبة يا كل مصطاف، في الصيف رح للسراء وفي الربيع انزل تهامة. وإن كان تبغي الخيل طلعها في كل مخراف، انزل وادي العقيق أرض الإصالة والشهامة. وإن كان تبغي الفياض اللي جميلة ما لها وصاف، انزل إلى البادية دار الضيافة والكرامة. أرجوك لا تروح للخارج ومكسبك التحساف، وتندم على ما صرفته من بخاشيش وغرامة. كم واحد راح للخارج وبعد التجربة عاف، ولا صدق أنه يعود في بلاده بالسلام. حنا عرب من عوايدنا الوفاء في كل مقاف، على الكرم والشهامة والمروة والزعامة. وحكامنا من بلدنا يحكمون بعدل وانصاف. الله يعطيك العافية يا أبو عايض، وشكرا لك على هذه المشاركة الرائعة. قيادة خادم الحرمين الشريفين في هذا الوطن الغالي أيها السادة المشاهدين كثفت كافة الجهود في خدمة السائح وفي هذا البلد المبارك. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذه الأمسية. طبعا الأستاذ فواز بن سعيد الحداوي اعتذر لعذر صحي إنما يشاركنا في هذا المساء، وربنا يعجل بالشفاء إن شاء الله.
وحضورك بحد ذاته يكفي. الله يعطيك العافية ويطول في عمرك. للشاعر علي بن سعد أبو كسرى في أولى مشاركة معنا في هذه الأمسية، فابقوا معنا مشاهدي الكرام. طلبة الله مبتدى العلم وأول ما نقول، طلبة الله مبتدى العلم وأول ما نقول، بعدها يا مرحبا هايل باللي وصلنا، والنبو غامد وشرواه جيتهم شرف، والنبو غامد وشرواه جيتهم شرف، عند ابو فيصل تراحيب من عنبر وكاد، والنبو فيصل على منزلة جده وابوه، جمل بيت البادية ثم جمل في سيوف، السيوف اللي لها الدور الأفضل في الجنوب، منا كل الشكر للي عليها قايمين، منا كل الشكر للي عليها قايمين، وانت راعي الطيب يا الشاعر سعيد الحداوي، يوم علم الطيب دايم يقدم منها له. لا يوم علم الطيب دايم يقدم منها له. طلبة الله مبتدى العلم وأول ما نقول، بعدها يا مرحبا هايل باللي وصلنا، والنبو غامد وشرواه جيتهم شرف، عند ابو فيصل تراحيب من عنبر وكاد، والنبو فيصل على منزلة جده وابوه، جمل بيت البادية ثم جمل في سيوف، السيوف اللي لها الدور الأفضل في الجنوب، منا كل الشكر للي عليها قايمين، وانت راعي الطيب يا الشاعر سعيد الحداوي، يوم علم الطيب ما هو غريب مناله. لا يوم علم الطيب ما هو غريب مناله. الله يعطيك العافية يا أبو سعد على هذه القصيدة الرائعة وعلى هذا اللحن الطيب، بيض الله وجهك على كل حال. مشاركة أخرى أيها الإخوة الكرام، فقرة أخرى من فقرات الأدب والقصيد ومحلو الجلسة الطيبة هذه والنسيم الطيب في محافظة العقيق مع الشاعر عبد الله بن قليح الرفاعي الغامدي، فليتفضل. بسم الله. أولا نشكر أبو فيصل ووالده على ضيافتهم، والله يبيض وجيههم ولا غريبة الطيب منها له. عندي مشاركة قصيدة في غامد سبق وان انتشرت، شالها المنشد عبد العزيز الشعلاني، يقول: سلام يا ملتقى الهيلة بني عمي، غامد ويا سعد من غامد بني عمه، ربعي هل المدح ما يلحقهم الذمي، أهل الفخر فخرهم عالي على القمة، لاقي الغامد يزول الهم والغمي، واشوش والمعتدي حنا ترى غمه، ويفرح بنا اللي حداه الوقت والهمي، لا من نصى الغامد الهيلة نسى همه، ويفرح بنا اللي حداه الوقت والهمي، لا من نصى غامد الهيلة نسى همه، أهل الكرم والكرم في الرجل متنمي، من يوم هو في المهد يرضى حليب أمه، وحنا أهل العلم ننهل منه بالكمي، وحنا أهل العلم ننهل منه بالكمي، والخيل وأهل السيوف الحدب والهمة، وتاريخنا بالفخر كم يجمع ضمي، ما فيه ناموس ما تاريخنا ضمه، بدو وحضر معتهم والشمل ملتمي، قوما على الطيب والطارات ملتمه، أنا أشهد نحبهم خالد ترى دمي، والكفو حبه الربعه سار مع دمه، وكل القبايل ونعم أقول وعمي، ولا سبهم غير ناقص عقل مع ذمه. وسلامتكم. شكرا للشاعر عبد الله بن قليح الرفاعي على هذه المشاركة الطيبة وعلى هذا الصدى الإعلامي مع هذه الشيلة الجديدة، بيض الله وجهك على كل حال. ننتقل مع الشاعر حمد بن غرم. أولا مساكم الله بالخير جميع، وأشكر أخونا أبو فيصل ووالده على حسن الضيافة. أما المشاركة أقول: سبحان الحكيم الحاكم القادر المتعال، على قدرته ما تعلو الناس قدرتها، له الحمد وله الشكر في سائر الأحوال، لولا مدته ما مدت الناس مدتها، بعد ذكر ربي للقصايد قدر وجلال في قلبي وفي قلوب النشامة، لا سمعتها ما هي بكلها، لكن بعض القصيد جبال كبار تفي الناس
فيتها وانا اخذت في الدنيا تجارب وخدت امثال مع الناس، لكن التجارب تثبتها. الاسماء مخزنها على الهاتف الجوال، يا كثر الاسامي مير يقل نفعتها، لكن بعضها لا والله لا تسر البال. صقور حرار تعجبك يوم هدتها، واللي ما يشوف في عينه ان الرجال رجال تخطراه لو طالت لياليها خطوتها، واللي ما يقدر ولا بريال لو انه من شيوخ الرجال وأئمتها. ومن لا يخاف من الله يعيش دايم ذال، ونعوذ بالله من هذولا وعيشتها. وترى الموت ما يعذر والايام طوية جال، لو الضحك وجيه الرياجيل بكتها. وسلامة الجميع. الله يعطيك العافية يا أحمد على هذه القصيدة الرائعة. بيت البادية صفوف البيارق التي تسعى دائما في خدمة الموروث والأدب والثقافة. الأستاذ علي الكنيزي يعني الباع الكبير في خدمة هذه الصفوف، صفوف البيارق. أشيد من خلال هذه الحلقة بأن البيارق هي دائما تسعى لكل موهوب، وهو نداء عبر شاشة قناة السيوف أن من كان لديه الموهبة الأدبية أو أيا كانت يعني موهبته في خدمة الموروث، التوجه إلى الأستاذ علي القنيزي سيجد ذلك الرجل هو من بإذن الله تعالى يضم هؤلاء المواهب. نحن أبناء العقيق يعني صراحة رسالة شكر للأستاذ علي القنيزي على هذا الصدى المشكور عليه الأكثر من رأي، وعلى المشاركات المشرفة في المنطقة وخارج المنطقة. نعود بكم أيها الأخوة الكرام لمشاركة أخرى مع الشيخ الأستاذ الشاعر عبد الله بن عايض. هيا بنا. يقول ابن عايض كلام عجوبي: هرج صحيح يازنه قبل يمليه، ويعد قاف ما بدع الكذوب، يقرر موازينه ووضح معانيه. حزت صلاة العصر قبل الغروب، شاهدت ناس مع طريق مشوا فيه، قلت يا ناس، قالوا عزوبي، والناس ما تبغى العزوبي وطاري. قلت يا ناس، قالوا عزوبي، والناس ما تبغى العزوبي وطاريه. في الله يا من شي غزير نصوبي، يا واحد كل المخاليق ترجيه، تفرج من ضاقت عليه الدروبي. دائم الحالة ما وجد من يخاويه، صوب الشمال ولابته في الجنوبي، وانضاق صدره ما وجد من يخاويه. في منزل كني عليهم غصوبي، ومجامل والحال بان الخلل فيه. حالي مريض والبشر ما دروبي، أمس البصر ما به طبيب يداويه. ودواي ما هو بالبر والحبوب، دواي عند مداوي ما أعطاني. دواي ما هو بالبر والحبوب، دواي عند مداوي ما أعطاني. يذكر مع اللي يرتعون العشوبي، بدو اللي يطح الحيا ربعوا فيه. غدوا بخلي وابعدوه وعثوبي، وابطيت لا ولا جالي أجيه. وقلب العنا يا ناس عيا يتوبي، واللي عدلت القلب تكثر طواريه. والقلب لو ما يمسكنه جنوبي، أما احترق ولا تقطع عراويه. ولا سحايا كان شقي ثوبي، ما يستحي والثوب محدم برافيه، لا كان أشكه. سلامتك. نعود بكم أيها الأخوة الكرام في فقرة أخرى مع شاعرنا الشاعر علي بن سعد أبو كسر. على طار الغزل بنشارك بوحدها مع أبو علي. يقول: واهني اللي من الناس ما عنده حبيب، ما حسب للعشق والحب والفرقة حساب الهوى. لو جيت أوصفه بالوصف المصيب، رحلة أولها تسلي وتاليها عذاب. والهوى يرسم على كبد راعيها الصليب، والهوى يرسم على قلب، أو الهوى يركز على قلب راعيها الحراب. والهوى جرح على القلب لا يمكن يطيب، لو يحب بنادم الكوع ويشيب الغراب. قد تحديته وسبب لي الجرح العطيب، سل حالي ما نفعني طعام ولا شراب. له سنين طوال موقد على قلبي لهيب، والجواب الله يعلم متى رد الجواب. كل ما جيت أبغي الشمس مالت للمغيب، وكل ما جيت أبغي العد حصلتها سراب. والمدن زحمة ووجهي على أهلها غريب، والقرى شدوا عربها وخلوها خراب. ما بقى الذيب صوب الخلا يقنب قنيب، كل ليل يجر صوته على روس الهضاب. قلت أبا خاويك يا ذيب، ألا له زمان إجاذ بعواه ما جاوبه ذيب، كن ما عاد به غيره على الدنيا ذياب. قلت أبا خاويك يا ذيب واصبح لك قريب، خوتك ذا الوقت خير من الناس القراب. والهنوف اللي رمتني وخلتني صويب، ومخدن كنه البرق في عرض السحاب. انقلبها الحظ يطيب حظي والنصيب، وانغدت في القرب من غيرها عزل وتاب. سلامتكم. يقول: لولا تجاريب الزمن والمواقيف،
ما كان بعرف صاحبي من عدوي يا قلب، لا تكثر علي التحاسيف، عز الله أنه في زماننا مهوي، ليت الزمن يعطي لوادم على الكيف، وتجيلي أيامي على حسب جوي، مديت لي فنجال بنن من الكيف، والله يعلم يا زمن وش تضوي، ماني بخايف من هالرمح والسيف، عيني تشوف وعارف إن ويش أسوي، أخاف من سويت فيه المعاريف بكرة يصبحني على جال ضوي. سلامتكم. ما دام الربع يفتحوا لنا باب الغزل بنشارك، حنا ما نجل على الجادة على قولهم. يقول يا الورق نوحك من طرب يومك تنوح، ولا من همومك تجر النوايح، أنت تهيض كل عاشق ومجروح، وأنت سبب هيض الشعر والقرايح، ومالك ورا تعذيبي أكيد مصلوح، وذكرتني شيء عن البال رايح، واجبرت راع السر حتى انه يبوح، يلا ادخيلك من دروب الفضايح، أنا تراني فاقد معادل الروح، ولولا الحياة جريت عال الصوايح، وانا مفارق لي من البيض مملوح، ريم الفلك ابدي عليها شلايح، غلا في جوفي لها ابراج وصروح، وفي وسط قلبي يشتغل كالشرايح، والصوت من فرقاه بايح ومبحوح، والصدر من كثر الهواجيس فايح، ودرب الهوا يتعب ترى كل طحطوح، واهله ترى ما يسمعون النصايح، والوقت جوره جور، واهله ترى ما يسمعون النصايح، وباب الامل مقفل ولا هو مفتوح، والوقت جوره جور والحظ طايح، لكن يسامحني وانا اقول مسموح، والله غلا المجمول ما هو بايح. سلامتكم. الله يعطيك العافية أبو قليح على هذه القصيدة الرائعة. شكر أيها الإخوة الكرام، وفرصة سعيدة يعني عبر شاشة قناة السيوف من كافة أبناء المنطقة الجنوبية من هذا الوطن الغالي بشكل عام، ومن كافة قبائل غامد وزهران، شكر خاص يعنون به بشكل مباشر للشيخ سعيد الحداوي وكافة جهوده وسعى القوة إن شاء الله في إبراز وفي خدمة أيضا الموروث الجنوبي، وفي خدمة كل المواهب عبر هذه الشاشة الإعلامية الأكثر من رائعة. كما يودون أيضا بشكرهم للإعلامي المعروف الأستاذ ابن الأستاذ فواز بن سعيد الحداوي على جهوده المكثفة وفي زيارته هذه الخاصة التي بيّنت بمبادرة ابنه بمبادرة والد الشيخ سعيد الحداوي، ومنها أيضا ومناقشته عبر وسائل الإعلام في منطقة الباحة حول فكرة مسابقة العرضة الجنوبية. الجديد بإذن الله تعالى سوف يصرح به لاحقا الأستاذ فواز بن سعيد الحداوي حول هذه المسابقة بإذن الله تعالى، أو عبر تواصل القنوات التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو تويتر للأستاذ فواز الحداوي ليكون معكم بشكل مباشر لجمهور العرضة الجنوبية. بعد هذا الفاصل أيها الأخوة الكرام نعود للشاعرنا الشاعر حمد في فقرة شعرية أخرى، فحيا بنا. طبعا هذه القصيدة غزلية. يقول سرى بارق سريت قافي على مسراه، بنيت القصايد وزن معنى وقافية، هلا مرحبا يا بارق ما يشاف اقصاه، هلا مرحبا يا حي طريق يا حيه على ديرة اللي هو دايها وهو دواهد، والخاف قل لي فيها الامال مبنيه، حلالاه يلي كل ما مر بي طرياه تريحت لانه يشرح البال طاريه، حلالاه يا قربه حلالاه يا لماه، حلالاه يا لمسه يدينيه لياديه، كلامه يجنب وجهة السيل عن منحاه، ويا الله لطفك نظرة العين سحرية، هلا يا كثر حبه في قلبي ويا مغلاه، غلا والله انه ما سكن خافقية زيه، اشوفه بعيني يا بشر ما حدنا يسواه، واشوفه ليغلى من غلا الزاد والمية، حصل ما حصل والعبد يصبر على ما جاه، مقادير في الدنيا غريبة وعادية، تفرقت أنا وياه يا العنبوة فرقاه، وقمت أتذكر ذكرياته وماضيه، اللي قال وينك قلت موجود وجهه جاه، ولا قال كيفك قلت مية على مية، وذا الحين أفكر كيف أشوفه وكيف ألقاه، ولا أحسب حساب الحسنة ولا أحسب السيئة. سلامتكم. أولا في الليلة نعتبره من ليالي الأعياد وجود الأستاذ فواز، ويا ليت والده جامعه عشان تتم الفرحة والسرور. والحقيقة أن من مدح الحداوي وقناة الحداوي أنها على حق وأنها خدمت المنطقة الجنوبية، وحتى عنوانها اسمها السيوف تدل على يعني الشجاعة والبطولة.
فمرحبا ونكرر الترحيب بالأستاذ فواز ومن معه، ونقدم لكم قصيدة اجتماعية، لأن الغزل عندي واجد كثير ومسوي منه ديوان، لكن ما عاد يصلح لسني. لازم ناخذ معك مقابلة كاملة بس أبشر أبو فيصل مقصر. أبشر أبشر. ففيها واحد قام يشتكي علي من ربع له وأنا عندي مثل ما عنده، فقلت أنا أشوف بعض الناس لو كان فيه عيوب يقول الردي غيري وأنا ما لي أمثالي. أنا أشوف بعض الناس لو كان فيه عيوب يقول الردي غيري وأنا ما لي أمثالي، فكم من رفيق الرفقة مثلكم الطوب، إذا جيت فوق ترتكي قام ينهالي، وكم من رفيق الرفقة مثل شق الثوب فضيحة على اللي يلبس الملبس البالي، وكم من رفيق لا بغيته كما الدغلوب، تعرفون الدغلوب الفيلم، وكم من رفيق لا بغيته كما الدغلوب يراوغ مراوغة الثعلب في الخلا الخالي، وكم من رفيق دائما ما هو محبوب خبيث ردي مكروه خاين ودجالي، وكم من رفيق دائما وهو على المطلوب شجيع كريم مثل نقول حمالي للمهمات حمالي. إذا كان خلك مع الطيب ولا لك عن المكتوب، ومن عاش لازم يطعم المر والحالي، ولا ترجي النفع من الخايب السبسوب، ترى اللاش ما بفائدة شيء الأعمالي، وكب الردي من تبع على رفقة مغصوب ولو كان ولد العم ولا ولد خالي. إذا كان ما جالك زمانك على المطلوب اتصبر، ترى من تبع الأول ولا التالي. سلامتك. قبل أن نختم أيها السادة المشاهدين هذه الأمسية الرائعة، وفد إلينا في الثواني الأخيرة في الدقائق الأخيرة الشاعر أمير الشقر المعروف هميل بن شرف الغامدي. الله يحييك أبو محمد معنا في هذه الحلقة الطيبة، كما وفد مع أيضا شاعرنا المعروف الشاعر علي بن زايد الهجاجي الغامدي. حياك الله يا أبو نواف، مرحبا بك. صراحة يعجز اللسان عن وصف الشاعر هميل بن محمد وأيضا أخي الشاعر علي بن زايد حول شاعريتهم وحول وجودهم أيضا في قوة الساحة الإعلامية والشعرية والنقدية. خلونا نقول هيا معي البحر هميل بن محمد. الله يعطيكم العافية، فابقوا مع هميل. الله يبقيك ويسلمك ومن يسمع. أصلا أنا وجودي بينكم شرف لي والله، ووجود الأستاذ طبعا مجيء عندنا هنا غالي وعزيز علينا، فواز سعيد جعل يسلم، والربع الموجودين كلهم بدون تخصيص اسم، وفي ضيافة أبو عايض جعل يسلم، وأبو فيصل تواجدك معنا يا أبو محمد برضه. أنا والله اللي عندي ماني يعني زي ما تقول جاي من مشوار ولا بحافظ بعض البيوت، لكن اللي يتسهل قبلوه واللي يصعب اعذروني. الله يسعدك ان شاء الله. سك القوة. الله يبقيكم ويسلمكم. في قصيدة عرضة طبعا عنوانها البر. يا لا 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 يا لا 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 الخلا والغلا والبر والبر يعطي بربعه، والذي ما حصل منها على شايفات نصف عمره، لنا لعاذة الدنيا وطبع القلوب المحزنة. جعل من لوامن في رحلة البوار ما تقدير حيله، يقضي العمر في داخل بيوت يلوح بيبها، حتى لو كان رحلة عيدية ومصادرها قليلة. المهم أروي عيوني من البوار والدرج معه،
المهمان ويعيوني من البر والدرجمان. والله هذه محاورة جت قبل أسبوع مع شعرانا وزملائنا وأنا أعتبرهم قدوة بالشعر، اللي هو زميلي الشاعر الكبير مبارك الولاج، وزميلنا العزيز الغالي عبد الله البيضاني، وزميلنا الشاعر الكبير محمد بن حوقان. حنا صبيان بدوع من عصانا نبطه، ننحر جمال من عيد بديكا وبطه، ما خذينا عش الضيفان الشركة وقطه، ما يريس النجوم الا سهينا لمالي. حنا عرب وملوكنا خيرة العمان، الغرب يجاوز عند الغرب سكرة ونكر، والهادي الا العرب ما كل شيء جايز الا لا 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 العرب ما كل شيء جايز الا. للشاعر علي بن زايد الهجاج الغامدي مشاركة في هذه الأمسية، فليتفضل الله يعطيه العافية. أولا أشكر الحضور وأشكر القناة وعلى رأسها الحداوي على نجاحها وخدمت موروث الجنوب. وعندي قصيدة، أنا ما حضرت يعني المفاجأة، وعندي قصيدة هي تعالج الأخطاء الطبية. يقول نطلب ونشكي شكوانا على ربي، ما غير رب الملا يرجى ويشكاله، أحوالنا في خطر والشر متخبي، حتى المواطن خسر ماله مع حاله. لا جاء مصيبة يقولون الخطأ طبي، وإلى متى والمواطن حالته حاله، ما في يدينا يكون الشتم والسبي، ولا حد حاسب المجرم على أعماله. نطلب ولكن ما بشيء متلبي، لجنة وراء لجنة والوضع يرثاله، أرواح ناس تروح ويكترف ذنبي، دكتور فاشل له التأديب وأمثاله. أنا غيور على شعبي ومن حبي، أقضوا على ناس دجالة ومحتاله. سلامة الجميع. يقول يا الله يلي لا دعاك العبد جاوبت النداء، عنا وعاونا على أهل الظلم في الوقت القريب، لا يا سعد صدقاننا تال الزمن صاروا عدا، طيبهم اللي جاب دلو الطين من قاع القليب، ما بخسارة كان صار الطين من بعد الرداء، المشكلة لا صار تفعول الرداء من بعد طيب. عز الله أن الطيب في هذا البشر يذهب سدى، يعني على قول المثل هل عز الله أن الطيب في هذا البشر يذهب سدى، لكن كما قال المثل ما بعد الدنيا غريب، كم واحد اللي هدى والعالم من السرعة عدا، وده يجيب المركز الأول وعيا لا يجيب مره مع جنبه وهو واقف قويين الجدا، في لحظة كلني طالعها وموقفها صعيب، لكننا ما ابغى من الصاحب فطور ولا غدا، لا حط في وجه الصلة شامه وجرحنا ما يطيب. الأولى كنا فدا والثانية كنا فدا، الأولى والثانية تدمح لياجة من صحيب، فإن كان كررها وجاب الثالثة قلنا فدا، قلنا تعال ادفع ثمن غلطتك بالحق المصيب، فإن كان عرضنا قفاه ومن عناده ما هدا، جيناه عيونه الطالعنا واخذناها غصيب، فلي أخذنا حقنا ما عاد بشينا غدا، خليه يتوب من الخطأ والكذب ويكت الشعيب، عنك ما عاد التفت صوبه ولا عنها انشدا له، ولا اللي مثله اضرب فوق خوتهم صليب، غيره رياقيل ثقتنا فيهم أكبر من شدا، اللي مواقفهم اليوم النشد عنها ما تعيب، الرجل طبع عايش بالدم يوم ولدا، يعني على قول المثل كل على طبعه يشيب. يا الله تحيينا سعداء وفي حازة الموت اشهدا وفي الخطانا وكنا نارا لها برد لهيب. سلامتكم. أولا نشكر أبو علي وأبو فيصل على استضافتهم، وعندي شكر خاص لقناة السيوف على نقلهم لشيلة غامد الهيلة من كلماتي وأداء المنشد عبد العزيز الشعلاني، وأشكر سعيد الحداوي وابنه الشيخ فواز الحداوي، والله بيض وجيههم. أعزائي المشاهدين، الآن معنا الإعلامي سعد شري الغامدي، وإلقاء قصيدة شيلة الحمد لله على ما يعطي وعلى ما يريد.
على ما يقولون انقلب السحر على الساحر، لأنه كان معذبنا في الحفلات في اللقاءات الخاصة والعامة، والآن جاء دوره، فليتفضل. الله يعطيك العافية أبو محمد على التقديم الرائع ذا، وأبد احنا دائما في خدمتك في كل حال وفي كل وقت، أنت من أصحاب الرأي والشر. طبعا في شيلة من كلمات الأستاذ علي القنيزعي كانت قد يعني شلت بها في حفل افتتاح مهرجان العقيقة اجتمعنا، وكلنا فخر صراحة بالإعلامي الأستاذ علي القنيزعي. هذه من كلمات يقول: هذا الوطن في كل عام نهنيه، ألم نوالي من هذه دياره، من الفتن والشر يا الله تحميه، وترد كيد اللي نوافي دماره، في ظل أبو متعب عسى الله يبقى وطننا دائما في الصدارة، حين غامد وزهران بالروح نافديه، جيش الأبو متعب ورهنا الإشارة، وأميرنا مشاري نحبه ونغنيه، أزكى معاني الشكر وجزاء العبارة، ما يقهر الرجال ويكتف يديه، جهده وكده لا يعود خسارة، هذا الوطن في كل عام نهنيه، ألم نوالي من هذه دياره، ألم نوالي من هذه دياره. نصل أيها الأخوة الكرام إلى آخر فقرة من هذه الشلة، وتونسنا معكم الله يعطيكم العافية من الباحة الجنوبية ومن ذات الجمال والخضرة ومن هذه الأجواء الرائعة. قبل أن أختم من هذه الأمسية والسهرة الشعرية الأكثر من رائعة، نشكر كل من أولا قناة السيوف الفضائية تراث الأجيال، هذه القناة التي قامت بالجهود المباركة، شكر الله إليهم في كل حال، وعلى رئاستهم الشيخ الأستاذ سعيد الحداوي. وكما نشكر أيها الإخوة الكرام الأستاذ فواز بن سعيد الحداوي خلال زيارته الطيبة المباركة في لمنطقة الباحة هذه اليومين. كما نمد بشكرنا إلى الأستاذ عبد الرحمن الحمدان، شكرا من القلب لك على استجابة دعوتنا في هذه الحلقة الطيبة، وأيضا إلى أمير الشقر وبحر من بحور النظم والشعر والموروث الجنوبي الشاعر هميل بن شرف الغامدي. كما نشكر الأستاذ علي بن سعد الشاعر المعروف أبو كسرة في ميدان العرض الجنوبية. كما نشكر الشاعر عبد الله بن قليح الرفاعي والشاعر حمد بن غرم والشاعر علي بن زايد. وشكرنا الخاص في هذه الحلقة أيها الأخوة الكرام لمعزونا في هذا المساء والليلة، احنا تحت ضيافتنا الشاعر المؤرخ والراوي الشيخ عبد الله بن عايض القنيزعي. كما نشكر رجل الأعمال الشيخ مسر بن شبول. شكرا مني أنا خاصة أيها الأخوة الكرام لكل الحضور. شكرا للأستاذ علي القنيزعي مخرجنا في هذه الأمسية. ألقاكم في لقاءات أخرى عبر تراث الأجيال. تمسون على خير. سعد شر يترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.